إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد، حمدا لربي كثيرا دائما أبدا، في السر والجهر في الدارين مسترد، ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد، ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سعدوا، وأهل بيت النبي والآل قاطبة، والتابعين الأولى للدين هم عضد، والرسل أجمعهم والتابعين لهم من غير أن يعمدوا معا إليه هدوا، أزكى صلاة مع التسليم أجمعها ما إن لها حد كلا ولا أمد. أولا الإنسان حقيقة في هذا المقام يعجز عن الكلام، وهو ليس مقام كلام كثير، لأن الإخوة والمشايخ جزاهم الله خيرا يؤدون ما هو خير وأبلغ، لكن يفرح المسلم ليوم تعز فيه هذه الدعوة التي هي دعوة الله، وهي دين الحق، وهي النور والهداية والرحمة والرشاد، التي هي السبب الذي من أجله خلق الله الجن والإنس، وهي الفارق بين الحق والباطل، وهي التجارة الرابحة، وبها انقسم الناس إلى سعداء وأشقياء، وبها قام سوق الجنة، وبها طرد المجرمون إلى النار والعياذ بالله بمخالفتها ومعارضتها والإعراض عنها وتركها. فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا يكافئ نعمه ويستجلب المزيد. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وهذه الآية أرسلها رسالة إلى من لا نريد أن نعكر صفو هذا الفرح بهم، فإن ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. نسأل الله أن يملأ قلوبهم دردا وزردا وحنقا، وأن يجعل كيدهم في نحورهم. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع هذه الدعوة وأن ينشرها، ونسأل الله أن يجعلنا في جندها وأن يثبتنا عليها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا فيها في الجو أو في البحر أو في أي مكان. كما قال ابن حزم رحمه الله: مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى الآيات والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور أسدها إذا ما هيعة ثارت، فأول نافر لألقى حمامي مقبلا غير مدبرا، وأكرم قتل للفتى كف كافر، فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر. المطلوب مننا أخواننا مع هذا الفتح العظيم الذي نسأل الله أن يبارك فيه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم وأن يغفر وأن يرفع درجة من شارك وساهم فيه،
والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في موازين الحسنات، هذا يلقي علينا عبئا ثقيلا وحملا ناءت به السماوات والأرض، ووجب علينا أن نقوم قيام الرجال في ذلك. ويحتاج الإنسان في هذا إلى همة ترقيه وباعث يبعثه يهون عليه المصائب ويكون سببا في تحمله للمشاق في العلم، في الجهاد، في الدعوة، في الاحتساب، في غير ذلك. وتكلم علماؤنا رحمهم الله، وانا دي النقطة دار اتكلم فيها، الهمة يا اخواننا في الدين كله. الدين ده نعمة عظيمة ما بعدها نعمة، لا تعدلها نعمة أبدا. أما المسكين الضائع فما يرى النعمة إلا في الأكل والشراب، الذي وإن قزحه وملحه فمآله إلى ما تعرفون. أما الإنسان المؤمن فيرى ألا نعمة أعظم من الدين ومن الإسلام ومن التوحيد ومن السنة ومن أن يعبد الله خالق السماوات والأرض. ما هو المطلوب منه؟ المطلوب أن يسعى في مرضاة الله، أن يدعو إلى الله، أن يجاهد في سبيل الله، أن يعبد الله، أن يقيم دين الله. لكن ده كله داير له قائد وسائق من نفسه تسوقه إلى مجالس العلم، إلى ساحات الدعوة، إلى غير ذلك من مراضي الله عز وجل. وده ما بكون إلا لو الإنسان يا أخواننا كان عنده همة عظيمة وعنده عزم قوي يقوده إلى ذلك. والعلماء رحمهم الله تكلموا في هذا، وأن من أسباب أن ينال الإنسان الخير الهمة. عشان كده قالوا: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقال القائل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وقال: ويروى عن الشافعي رحمه الله أنه قال: أنا إن عشت لست أعدم تمرا. ده الزول اللي عنده همة وعنده غاية دار يصليها إنه ربنا يرضى عنه، فما يبيع دينه من أجل دنيا ومال. أنا إن عشت فلست أعدم تمرا، أنا إن مت فلست أعدم قبرا. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. أعظم الناس في الهمة العالية الأنبياء. نذكر أشياء بسيطة لعل الله عز وجل أن ينفع بها. النبي عليه الصلاة والسلام الزول اللي بيقرأ سيرته ويتأمله وما فيها من المشقة والنصب وتحمل الأذى، تكسر رباعيته ويدمى وجهه ويساء له عليه الصلاة والسلام، وتنسج حوله الأكاذيب والأغاليط، ويرمى بالعظائم والكبائر، بل ويؤذى في بدنه وفي عرضه وفي ماله، وتوضع الأوساخ وسل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام، وما يصده ذلك عن دينه ودعوته طرفة عين. ليه يا أخواننا؟ ما سبب هذه الهمة؟ قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ هو أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد يوم عظيم قتل فيه من أصحاب من قتل، وكسرت رباعيته وأدمية وحصلت أمور عصيبة. قال: نعم، قد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشدهم ذلك علي حينما خرج لما ذهب إلى الطائف إلى ابن عبد ياليل ابن عبد كلال يدعوهم إلى الإسلام وإلى التوحيد، فكذبوه ورموه
واستهزأوا به وقالوا له إن الله أرفع من أن يرسل مثلك رسولا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فصبر عليه الصلاة والسلام، أوذي أذية شديدة، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. في مكة بلد الصخور، بلد الصحراء، بلد الجفاف، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف قطع أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا، يعني من الله، فيه يا معشر قريش آمنوا بمحمد فإنه رسول. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الأذية دي السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام مش يصبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستمتع بالدعوة، مش كان بيصبر. الزول الصابر على الشيء فقط ده إنسان له حدود. أما النبي عليه الصلاة والسلام دعوة منذ أن أنزل الله إليه الوحي إلى أن قال مودعا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما وقف ولا كل ولا مل ولا ضجر ولا خاف ولا تلكأ، ولكن كان هو القدوة عليه الصلاة والسلام في جميع المواقف وفي جميع مراضي الله سبحانه وتعالى. السبب شنو يا أخواننا؟ السبب أنه أعلم الأمة بالله، وكلما قوي علم العبد بالله في التوحيد، ده الموضوع هنا، كلما تلذذ بإنفاق المال وإتعاب الجسد والاستمتاع بالبحث عن مرضاة الله عز وجل، كلما كان الإنسان أعرف بالله كلما كان الإنسان مستمتعا في دعوة الله جل وعلا. عشان كده انت ركز على التوحيد وعلى العقيدة تعلما وعملا ودعوة وذكرا لها وإكثارا منها وخوفا من مفارقتها تحلو لك هذه الدعوة. إذا كان الشماسة من الفنانين وغيرهم أمر على الديار ديار ليلة أقبل ذا الجدار وذا الجدار، دلا خجلان بيتفاخر بها ولا يقولوا علي مجنون، بل يفتخر بذلك. في امرأة قال ابن مسعود وإذا أعجبتك امرأة فتذكر مناتنها، بتحيط وتمشي الحمام تتبول وتتغوط، ده بقول لها أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار ملكنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. انت زول مؤمن وموحد، كيف تستثقل طلب العلم والدعوة إلى الله، وكيف ترى هذا التعب والنصب، كيف ترى هذا كثيرا في سبيل أن يرضى الله عز وجل عنك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام اختار لهم صورة فصلت لما قال له جئت بأمر فرقت به جماعتنا إلى آخر. من ضمن الآيات قال قل أئنكم، شوف الآيات دي ملانا إيمان كيف، وهذه فيها صفة الله. أنا أذكر هذا المثل ومثل عن إبراهيم عليه السلام وبعض الصحابة. قال
قل أئنكم لتكفرون. تتعجب كيف تكفروا بالذي خلق الأرض. نسأل الله إنه يبارك في الناس اللي بنوا الجامع. بنوا في كم؟ 12 يوم. لا جامعنا ده طويل، زمن طويل، نسأل الله يتقبل منه. المساجد حقت الدنيا دي كلها الناس اللي بنوها في كم؟ داير زمن. نسأل الله يجزي أهل الخير خيرا. ربنا قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض وما فيها من الجبال والأنهار وما فيها من المعادن وما فيها من المخلوقات في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. شوف الصفات دي عظيمة كيف. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. السائلين إما يكون بمعنى زول اللي بيسأل كيف ربنا خلق السماوات والأرض والوقت وكذا وكذا، ده الجواب. وإما يكون السائلين للمحتاج لحاجة ربنا قدر لك الحاجة دي جوا الأرض متاحة لك، داير موية، داير أكل، داير شراب، داير شيء يقوم به تقوم به حياتك موجود. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض. ودي قوة الله وقدرته سبحانه وتعالى. ائتيا طوعا أو كرها. تقال الله بحنسك في العقيدة وفي التوحيد، في دينه، في تفرد بالعبادة، ما تنادي معه غيره، ما تعتقد. خليك من انه تعتقد انه غيره بيعلم الغيب ويدي الجنة. يا مخبول، يا ضايع، يا مسكين. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. إذا كان ربك بالقدرة دي والغنى والكرم واللطف والحكمة والعلم والسمع والبصر، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا القرآن ده من منه؟ ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ما جهرت به يعلمه وما لم تجهر به مما لم يخطر على بالك يعلمه. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. لأنه رسولنا عليه الصلاة والسلام عرف ربه، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، فهانت عليه الصلاة والسلام نفسه في سبيل الله. قال ابن مسعود في البخاري كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه فجعل يمسح الدمع عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نحن أخواننا دارين الهمة دي. ده تاني ما بقولوا له راجع وذاكر وأقرأ وادفع يا ربي أشتري أجيب الملاح ولا أشتري لي مرجع لأستفيد منه. يبذل الإنسان نفسه رخيصة. إبراهيم عليه السلام ربنا قال واتلوا عليهم نبأ إبراهيم. المؤمنين ديل قص عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. وده السؤال ده فيه إنه اللي بتعبدون ديل ما بيستحقوا العبادة. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ بيسمعك؟ لو سمعك
بيستجيب لك أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. عشان كده قال لهم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يقدرون ربهم حق قدره ويقرون لله عز وجل بنعمه. أما الصحابة رضي الله عنهم فهم خير مثال بعد الأنبياء في الهمة العالية. أبو بكر رضي الله عنه الذي قال عنه العلماء لقد أعز الله الإسلام برجلين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. أبو بكر الذي كان لا يسمع أو لا تكاد تميز قراءته من شدة بكائه من خشيته لله عز وجل. خليك من تذكر فضائله وهي معروفة. أبو بكر رضي الله عنه عشان تعرف مقام الصحابة عالي كيف. أنس بن مالك يروي حديث في البخاري قال جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله. قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أئن المرء مع من أحب؟ قال فإني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل مثل أعماله. دير ناس فاتوا قدام، ناس خيار الأمة، زول ولده أولاده بهايمه ومعارفه صحبته أولاده طعامه شرابه دوابه كلها لله، كلها لله. ما يلحق، ما من أحد له عندنا يد إلا وجزيناه بها إلا ما كان من أبي بكر فإن له يدا إنما يجزيه بها الله سبحانه وتعالى. همة عالية يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. إمام الصحابة وإمام الأمة وأعلمها وأفقهها رضي الله عنه وأرضاه ما ونا في نصرة الدين وبيان الإسلام. قام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما عظيما يشكره الله له يوم القيامة. الهمة العالية يا أخواننا سبب التوحيد. عشان كده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما خرجوا إلى غزوة مؤتة قال المسلمون ردكم الله سالمين، نسأل الله ينصركم ويردكم سالمين. فقال عبد الله بن رواحة ولكني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقول إذا مروا على جدثي أرشده الله من غال وقد رشد. عبد الله بن رواحة لما مات جعفر وزيد بن حارثة وأخذ عظما يتقوى به أعطاه له ابن عم له، وسمع شدة الحرب في الناس، وعبد الله بن رواحة جرح في أصبعه. قال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا سبيل الموت قد صليت وما تمنيت فقد لقيت إن تفعلي فعله ما هديت وإلا فقد شقيت. ثم قال ما تريدين فلانة وفلانة طالق وحائطي هو لله
وفلان وفلان من الغلمان لله. ثم قال أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن إن أقبل القوم وشدوا الرن ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم مات رضي الله عنه مجاهد في سبيل الله. الصحابة رضي الله عنهم الواحد مش شوف المحبة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. مش الواحد إنه يا زو يقولوا له رأيك شنو إنه لما أسر أحد الصحابة ولعله خباب بن الأرد رضي الله عنه لما أسر في مكة، وفي البخاري قال فقيل له هل يرضيك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يشاك بشوكة ونطلقه؟ قال والله ما أحب أن تضرب عنقي ويشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. الهمة في طلب العلم أعظمها عند الأنبياء موسى عليه السلام، والكلام يطول. وأنتم قرأتم في هذه الجمعة سورة الكهف ورأيتم النصب والمشقة التي وجدها عليه السلام. وجابر بن عبد الله يسافر إلى الشام كما بوب البخاري في كتاب العلم في طلب العلم شهرا، فيطرق الباب أو يستأذن على عبد الله بن أنيس فيأذن له فيعانقه، ثم يقول حديثا سمعتك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهر ماشي فيسمع الحديث ثم يرجع فيضيفه ويرجوه أن ينزل عنده فيأبى حتى يرجع إلى المدينة لأنه عقد النية لطلب العلم. وهذا الإمام أحمد رحمه الله ومعه يحيى بن معين رحمه الله يجدون عبد الرزاق في مكة في الطواف، فيقول يحيى بعد أن سلم عليهم عبد الرزاق لقد يسر الله علينا وهون علينا سفرة إلى صنعاء شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فقال له أحمد ما كنت لأغير نية عقدتها لله فلا يرضى حتى يذهب ويرجع عبد الرزاق بعد الحج. قيل ثم ذهب أحمد ويحيى إليه فسمعا منه الحديث، وقيل رجعا إلى بغداد أولا الشمال ثم عقدا النية إلى عبد الرزاق فسمعا منه العلم. همم عالية كتبها الله سبحانه وتعالى. قيل لبعض السلف ألا تستوحش وهو في بيت الكتب لا مكيفات لا مراوح لا لمبات ودخان المصباح يدخل في أنفه، يقال له ألا ترى إلى ما أنت فيه؟ فيقول أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والإمام مسلم سبب موته إنه في حديث ما عرفه، فجيء له بالتمر الكثير فجعل يأكل ويبحث عن الأحاديث وهو لا يشعر حتى أكمل الزنبيل من التمر، ثم كان هذا سبب موته رحمه الله. الشاهد إنه يا أخواننا نخلي همتنا عالية، خاصة إنه أول حاجة دي وظيفة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثانيا لأنه ده البيو نجاتنا نحن، بلدنا دي براكن عارفيننا فيها من الشرك ومن القباب ومن الأضرحة ما لو عملنا جميعا ليلا ونهارا ما سددنا هذا الباب من فروض الكفايات. ثالثا أهلنا راجلنا والمسلمين وأبنائنا ونسائنا وكل المجتمع راجي هذه الدعوة المباركة التي بإذن الله إن أخلصنا لله وعملنا بما تعلمناه وتعلمنا الخير ومشينا ونصبنا واحتسبنا الأجر عند الله عز وجل،
سيكون هذا البلد منارة للتوحيد والدعوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك وأن يزيد. نسأل الله جل وعلا أن يفرح قلوب المؤمنين وأن يغيظ قلوب الحاسدين الحاقدين المجرمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الصرح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خيرا أهله والمصلي فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجزي خطيبه وإمامه. نسأل الله أن يبارك في علمه وفي أيامه. وأقدم المتحدث من بعدي وأصف على الإطالة. جزاكم الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.